بتحسي إن بشرتك مطفية؟ بتحلمي ببشرة مشدودة ونظيفة من غير أي حبوب؟ عندك مشكلة في التي زون اللي هي منطقة الجبهة والأنف ودايما بتحسي إن هما دهنيين وبيلمعوا؟ يبقى انتي محتاجة تكملي الفيديو ده للآخر. أهلا بيكي في قناة قبل ما تشتري. في الفيديو ده هتكلم عن تونر رائع للبشرة وهو يوسين تونر، وهو تونر مرطب ومنعش للبشرة. تستخدميه بعد تنظيف وقبل المرطب أو سانسكرين، وهو مناسب لكل أنواع البشرة حتى الحساسة. والأهم من كده إنه فيه مكونات فعالة وطبيعية بتساعد على تحسين شكل وجمال البشرة، لأنه بيفتح المسام المسدودة وبينقي البشرة. يوسين تونر فيه لاكتيك أسيد اللي بيفتح المسام وبيمنع نمو البكتيريا وبينظف البشرة بعمق من غير ما يسبب لها أي جفاف. طريقة استخدام يوسين تونر سهلة جدا. كل اللي عليك تعمليه إنك تغسلي وشك بالغسول المناسب زي يوسين كلينزينج جل واللي اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، وهسيبلك اللينك بتاعه في الكومنتات تحت. وبعدين تمسحي وشك بقطنة مبلولة بالتونر، وبكده هتشيلي أي أثار على بشرتك من الغسول أو الأوساخ أو المكياج. وكمان هيزود من امتصاص أي كريم أو سيرم هتستخدميه بعد كده. وبتستخدمي التونر مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. الصبح علشان تشيلي أي دهون أو خلايا بشرة ميتة تراكمت خلال الليل، وبالليل علشان تشيلي أي أثار للمكياج أو تراب أو دهون. بس لو بتاخدي أي علاج لحب الشباب في مادة الأيزوتريتينوين فالتونر ده مش هيكون مناسب ليكي، والأحسن إنك تستخدمي أي ميسلر ووتر. وشرحت في فيديو قبل كده عن نوعين من الميسلر ووتر من شركة بايوديرما، وبرضه هسيبلك اللينك في الكومنتات. يوسين تونر حجمه 200 مللي، يعني هتقدري تستخدميه لشهور كتير. وده كان كل حاجة محتاجة تعرفيها عن يوسين تونر قبل ما تشتري. أتمنى إن يكون الفيديو ده عجبك، ولو عندك أي سؤال أو تعليق اكتبيلي في الكومنتات تحت. ولو عجبك الفيديو ده دوسي لايك واشتركي في القناة عشان ما يفوتكيش أي فيديو جديد من فيديوهات العناية بالبشرة والشعر. شكرا للمتابعة، وأشوفك في فيديو جديد قريب. سلام.